مساء الخير على حسب قربك من خط الاستواء. كرة القدم الرياضة الأكثر شهرة في العالم والمنتشرة في كل الدول بكل اللغات وفي كل السنين. في رحلة عبر الزمن هنرجع بيكم لزمن الثورة الصناعية وزمن نشأة الرياضة الجديدة اللي هتغير العالم، في الوقت اللي كانت فيه اللعبة دي مجرد مكان للهواة، ما كانش فيه قواعد محددة وكل فريق كان بيلعب بطريقته. في خلال القصة دي هنعرف ازاي نشأ النادي العريق ده وازاي ساهم في نشر لعبة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وهنشوف ازاي حط قواعد أساسية للعبة وازاي ساعد في تطويرها وازاي ساهم في ظهور نجوم كبار. وهنشوف خلال الرحلة برضو بعض التحديات اللي واجهها النادي وازاي اتغلب عليها علشان يصبح رمز من رموز كرة القدم في العالم كله. فأنا أحمد ثابت وفي الحلقة دي هنعرف قصة أول نادي في تاريخ كرة القدم. لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، وهيا بنا. ربنا مسرني ربنا مسرني ربنا مسرني. هي دي الكورة. اليوم صلح في سنة 57 اتجمع مجموعة من الشباب اللي بيشتغلوا في مصانع شيفيلد عشان يلعبوا رياضتهم المفضلة كرة القدم. في الوقت ده ما كانش فيه قواعد محددة للعبة وكل فريق كان بيلعب بالطريقة اللي تعجبه. الشباب دول حسوا انهم محتاجين ينظموا لعبتهم فقرروا يأسسوا أول نادي كرة قدم في التاريخ. اتفقوا على اسم النادي شيفيلد لكرة القدم ووضعوا قواعد أساسية للعبة. مؤسسين النادي هما ناتانيل كريسبيك ويليام بوست وجون ديفيدسون وتوماس بوغ وجورج بيكر. اتأسس النادي سنة 24 أكتوبر سنة 57 وطبعا زي ما قلنا في مدينة شيفيلد الإنجليزية. التحديات اللي واجهها مسؤولين النادي قلة الموارد ونقص المعدات الرياضية وصعوبة نشر اللعبة، ولكن بسرعة البرق بتنتشر اللعبة في كل حتة في إنجلترا بفضل وجود نادي شيفيلد. سافر النادي لمدن تانية عشان يلعب مباريات ودية ساعدت على نشر اللعبة وجعلها مشهورة. بعض المباريات المهمة في تاريخ النادي في البدايات كده كان مباراة ضد نادي هالم لكرة القدم في سنة 58، ومباراة تانية ضد نادي نوتنغهام فورست سنة 60. وأشهر لاعبين نادي شيفيلد في الفترة دي كان جون ديفيدسون وتوماس بوغ وجورج بيكر اللي كانوا أصلا من المؤسسين. ومن وقتها بقت كرة القدم الرياضة رقم 1 في العالم مع ملايين اللاعبين والملايين من المشجعين. كل ده بدأ بفكرة بسيطة من مجموعة شباب في مدينة شيفيلد الإنجليزية. ودي كانت قصة سريعة عن تأسيس نادي شيفيلد أول نادي في تاريخ كرة القدم. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان دايما يوصلك كل جديد. كان معكم أحمد ثابت والسلام عليكم.